اهلا اهلا. ازيك يا حازم؟ الحمد لله. ايه انتوا كنتوا فين؟ بقالي شويه هنا ومحدش فيكم موجود. هو سحس لسه ما رجعش؟ لا انا ما شفتوش، هو هنا؟ اهو جه اهو. انتوا مالكم يا جماعه، في ايه؟ مفيش. ازيك يا حازم؟ الحمد لله يا سحس. الله. لا يا جماعه انتوا في حاجه وحاجه كبيره كمان، ما حد يقول لي في ايه. ده شكلها مضلم خالص. طب انا كده كده كنت ماشي. سلام. يا حسين، اسمع مني، خف على الولد شويه بدل ما انتوا الاتنين تعبانين. انا اتكلمت معاه، هو عنده استعداد يسمعك. انت تتكلمي معاه ليه يا كمالي؟ انا طلبت منك تكلميه؟ انا مش هستناك تطلب مني اعمل حاجه انا شايفاها صح ليك وله، عشان انا بحبكم. وبعدين بصراحه يعني الموضوع خلاص باخ ولازم يخلص. اهو دلوقتي يفهم ان انا اللي بعته. ما يفهم، فيها ايه يعني؟ ما تكبرش مع ابنك ممكن لو سمحت. هو لازم يحس انك خايف عليه مش خانقه. انا خانقه، انا بكابر. ارتحت يا ستي؟ انت رايح فين طيب؟ ماشي همشي همشي يا رمزي. نص ساعة كده وكريم يخلص التدريب، وبهاته معاك لو سمحت. طب استنى شويه ونمشي كلنا سوا. انا همشي دلوقتي يا رمزي، همشي دلوقتي عن اذنكم. شكلي كده غلطت. لا لا، ولا غلطتي ولا حاجه. صراحه كمان الواد طارق كده مستهبل فيها ومنشف دماغه، وحسين بصراحه عنده حق. استاذ رمزي، انت عندك ولاد؟ لا. اشمعنى؟ ابدا، بس انا كده فهمت انت ليه شايف طارق غلطان. لو كان عندك ولاد كنت هتعرف ان احنا اوقات من كتر خوفنا عليهم بنقسى من غير ما ناخد بالنا، وساعتها بقى اي كلمه حلوه من اي حد بره بتبقى بكل اللي احنا عملناه طول عمرنا. ده اللي طارق حاسس بيه. انا اسفه، هو انا ضايقتك بكلامي؟ لا لا، انت ما غلطتيش ولا حاجه. انت فعلا عندك حق. انا جيت على طارق قوي، يمكن عشان في الفتره الاخيره انا قربت من حسين قوي وعرفته اكتر، وشفت منه كل خير وجدعنه ما شفتهاش من وقت مرات الله يرحمها ما ماتت. قضيت شهور طويله مش بتكلم مع حد، كنت بهرب من كل الناس. الله يرحمها ماتت ومات جوايا كل حاجة، وما خرجتش من السجن ده والحزن والألم ده إلا لما ظهر حسين. ده أنا عرفتك في يومين، وعرفت الدكتورة ليلى وكريم وكل الجيران. كمال يا هانم، حسين ما يستاهلش كل ده من طارق.